تعيش لي يا بابا، تعيش لي، تعيش لي يا بابا، تعيش لي، تعيش لي يا بابا، ونرد خير تعبك جهدك وشقاك، ونرد خير تعبك جهدك وشقاك. كل ما حفظت من صغري بيها قلت لك بابا، بيها قلت لك بابا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم هانيه؟ نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. سمحوا لي البنات بزاف، كنقول لكم ما غاداش نبقى نغبر عليكم، ولكن مع الظروف ما كرهتش. المهم اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد غادا نشاركه معاكم. كنا مشينا واحد اليومين لمراكش، بصراحه دازت واحد اليومين اللي زوينه. غادا نشارك معكم ان شاء الله البلايص اللي مشينا ليهم، كيفاش دازت هاد اليومين. هنا كما كتشوفوا، اول حاجه غادا نشاركها معكم هي الريزيدونس اللي نزلنا ليها. واحد الريزيدونس اللي زوينه كما كتشوفوا، فيها لابيسين، فيها كما شاركت معكم فيها جوج ديال لي شومبر. هنا فيه الشومبر الاول كاين فيه الحمام، والشومبر الثاني اللي شاركت معكم في الاول. وبالنسبه لهنا الدخله ديال الريزيدونس مشاو لي لي فيديو. المهم درت لكم هنا غير التصاورات كما كتشوفوها نقيه وزوينه. والحاجه الزوينه بزاف في هذا السفر ما نكذبش عليكم هو انه مشى معايا الوالد ديالي، الله يخليه ليا ويطول ليا في عمره. وحتى نتوما الله يخلي لكم والديكم اللي توفوا لي والديه الله يرحمهم. كما قلت لكم دوزنا واحد اليومين اللي غزاله هنا. فاش يلا وصلنا، المهم غادي نشارك معكم الفيديو بالتدقيق ان شاء الله، حتى شي حاجه ما كنخبيها عليكم. هنا فاش يلا وصلنا مشينا شويه معطلين، خرجنا تقريبا من جديده حتى ل 12 ديال النهار. وصلنا في العشيه كما كتشوفوا هنا، حيت كاينين البلايص هنا فين كيلعبوا الوليدات. المهم مشاو ولادي هنا كيلعبوا، وخليت ولادي كيلعبوا صافي، طلعت هنا غادا نوجد العشاء. المهم فكرت قلت شنو غادا ندير، كي قلت لكم جا معلفنا بالليل كتكون الدنيا عامره بزاف، وحنا جايين عيانين مع الطريق ومع السفر. قلنا صافي غنخليو حتى الغد ليه. كما كتشوفوا معايا هنا الكوزينه راه فيها الفران، فيها الثلاجه، فيها البوطه اللي بغى يطيب فيها، يعني راه كلشي فيها الموعنات، كلشي كاين، وشي حاجه اللي نقيه وشي حاجه اللي زوينه. خرجنا خلينا الدراري كيلعبوا، خرجت انا والزوج ديالي والوالد ديالي، مشينا تغدينا قلنا شنو غادي نديرو. صافي هزينا معانا اختي كما غادي نشوفوا، هزينا معانا الجميله، جبنا معانا الحريره واجده. ايوا اختي شويه ديال الذكاء كلشي تبارك الله عندهم سما كاين. مشينا لواحد البلاصه لقينا فيها الحريره واجده، لقينا فيها المسمن، لقينا كلشي كاين. ايوا هي هذيك، جينا حنا عمرنا غير واحد البريد ديال اتاي عمروا لينا الوالد بالنعناع المراكشي دايز والكلام. تحيه كبيره للناس ديال مراكش اللي كنعرف فيهم بزاف الناس. تحيه للصديقه ديالي اللي عزيزه عليا كريمه، كنقول لها الله يوفقك حتى انتي ان شاء الله في القناه ديالك جديده، والله يسهل عليك. حتى هي تعرفت عليها في المجال ديال اليوتيوب، واحد السيده الله يعمرها دار وعزيزه عليا بزاف. كما كتشوفوا معايا كنت ناويه انني نتلاقى معاها، ولكن هي سافرات وما كتبش مره اخرى ان شاء الله الا سهل الله ونتلاقاو. وكما كتشوفوا معايا المهم هنا راه الوالد كيعمر في اتاي وحنا كنضحكوا. المهم ناشطين انا وياه، انا كنضحكوا. غنقول لكم علاش. انا قال لي الوالد خليني انا اللي نصب العشاء، انا اللي ندير لكم الطاجين ولا ندير المهم الجميله، وانا اللي نصب لكم العشاء ديال اليوم. قلت له الوالد واش انت جاي تسارح وجاي تسارى وجاي تدور وغنعطوك حنا تنصب العشاء صافي وهكا؟ بقينا كنضحكوا. قلت لي لا ما غاداش نسخسخك، غادي نديروا شي حاجه اللي خفيفه وواجده نقضيو بها حتى الغد لي ان شاء الله. وديك الساعه المهم عاد نخرجوا ناكلوا على برا. كما كتشوفوا معايا خدينا الديسير، خدينا التمر تبارك الله، واحد البلاصه قلت لكم عامره قريب حداها واحد المسجد حاطين حداها قلت لكم كلشي تقريبا. كاين حتى الطويجنات، كاين المسمن. كما كتشوفوا هنا خديت البطبوط معايا، خديت المسمن. هنا تقديت باش نفطروا الفطور، وتقديت حتى هكا باش نتعشاو. وهنا الغد ليه بعد ما فقنا فطرنا، حاولنا شويه نفيقوا بكري لان غادي لواحد المدينه. هاد المدينه سبحان الله انا مشيت لها اول مره وكتعجبني بزاف بزاف، وليت فين ما كنمشي لمراكش كنمشي لها. هاد المدينه هي مدينه دمنات. كما كتشوفوا معايا هنا تنجي واحد السيد هنا كيدير طويجنات.
في الاول طلعنا عنده، قلنا ليه خلي لنا واحد جوج طوايجنات حتى ننزلوا الشله ديال ايميني فري. هاد البلاصه راه زوينه، انا من البلايص اللي عجبوني يعني. زرت بزاف ديال البلايص، ولكن هاد البلاصه هادي عندها واحد المهم، سبحان الله، يعني واحد المدينه اللي كتعجبني بزاف. كما قلت لكم ما يمكنش تجيني الفرصه ونمشي لمدينه مراكش وما نزلش لدمنات. هي هذيك ديت الوالد ديالي لهاد المدينه اللي زوينه وعجباتو، حتى هو اول مره كيمشي ليها. كما كتشوفوا هنا نزلنا الايميني فري كما قلت لكم. هنا في الصيف راه كتكون الدنيا عامره تقريبا، هو بحال الشلالات ديال اوزود، بحال تقريبا بحال هذاك الشكل ديال الشلالات ديال اوزود. كما كتشوفوا معايا درنا التصاورات، واخا هنا كما كتشوفوا الماء شويه ناقص، والفا كتكون هنا الدنيا فيها الماء كتير كما كتعرفوا. الله يرحمنا، يعني الوقت خاص الشتا نطلبوا من الله يرحمنا. كما كتشوفوا معايا هنا الوالد، المهم جلسنا درنا التصاورات، بقينا واحد شويه، ما كانوش بزاف ديال الناس، تقريبا غير شي 3 ديال العائلات. صافي غير بغينا هكا ننزلوا، واخا كاين المسافه شويه راه فيها الدروج حتى كتنزل لتحت. صافي وعاود طلعنا هنا من الشلال كما كتشوفوا. عيينا بصراحه، لان كاين شويه ديال الطريق. بالنسبه للناس اللي ما ماشيينش الايميني فري، راه تقريبا بحالو بحال الشلالات ديال اوزود. هنا كنا وصينا السيد قلنا ليه دير واحد الساعه وعمر لينا واحد البريريت ديال العشوب، واحد العشوب عندهم زوينين ديال اتاي. وصافي وكنا قلنا ليه خلي لينا هاد الطاجين ديال القنيه وواحد الطاجين ديال اللحم ديال المعزي، لان الجو زوين، الجو ديالها زوين يعني كتاكلي فيه وطواجناتهم زوينين نقيين. وبالخصوص كيديروا واحد التتبيله خاصه ديال المنطقه، هي هذه اللي غادا نشاركها معكم. المهم بالنسبه لمدينه دمنات، انا راه تقريبا من 2011 وانا تنمشي لدمنات. كما قلت لكم، فين ما كتجيني الفرصه كنمشي لمدينه مراكش، واخا كاينه شويه الطريق ضروري كنمشي لدمنات. وكنجيو عند هذا السيد هذا، كنا كنلقاو الوالد ديالو هو اللي كيدير التبزيره. المهم لقيناه ساد، تواصلنا معاه قلنا ليه الله يجازيك بخير، حنا جايين بعاد وجايين لدمنات وجايين بالخصوص لهاد التبزيره الدمناتيه. هاد التبزيره البنات راه رائعه. هاد السيد سولوا عليه الا مشيتوا لمدينه دمنات، راه عنده واحد العطريه ديال الطاجين ما نعاودش ليكم شي حاجه اللي ما دايراش. المهم شي حاجه كتختص بها هذيك المنطقه. ومسكين ملي عرفنا بعاد طحن لينا تبزيره جديده كما كتشوفوا، واخا كانت عنده قال لنا غنطحن لكم تبزيره باقا جديده، راه شاركت معكم في الاول. المهم جمعها بهذاك القوام ديالها وداكشي المكونات اللي كيدير فيها وطحنها لينا باقا جديده. وطحن لينا حتى التبزيره ديال اللحم، حتى هي هاد الاولى اللي شاركتها معكم ديال الدجاج. وبالنسبه لهاد الثانيه هذه حتى هي تبزيره خاصه ديال اللحم. والطواجن ديال هاد التبزيره يا سلام البنات، ما شهيتكم. البنات اللي كيتوحموا يسمحوا ليا، وبصراحه شي حاجه اللي زوينه بزاف. وكيف ما سبقت وقلت لكم ما يمكنش انك تجي لدمنات وما تاخذش من هاد العطريه هذه ولا هاد التبصيره. بصراحه كتطلع طواجن غزالين غزالين. وبالنسبه للسيد اللي تغدينا عنده، هذاك السيد ديما فين ما كنا كنجيو واحد الوقيته كنكريو من عنده هكا، كيكري هكا الديور. واحد الجو هي لان دمنات راه تقريبا بحال شي فيلاج ولا هذا. فيها الجو ديال العروبيه اللي بغينا نقولوا، فيها شجر ديال الكركاع، فيها شلال ديال ايميني فري، فيها واحد الجو طبيعي زوين. هاد السيد كيدير طواجنات بلديين. هادشي انا علاش كتعجبني هاد المنطقه وبقيت كنجي ليها بزاف. كان هذا هو النهار الثاني ديالنا، مشينا كما شاركت معكم مدينه دمنات. المهم هنا غادا نشارك معكم النهار الثالث، يعني النهار اللي جينا فيه ما مشينا حتى شي بلاصه، والنهار الثاني مشينا لمدينه دمنات، وهذا النهار الثالث ديالنا باش ما نتلفش البنات ونبقى غادا معكم دقه دقه. المهم هنا كما شفتوا جينا لتحناوت. حتى هي واحد البلاصه اللي زوينه وفايته، جيت ليها. جينا هنا لواحد القهوه اللي زوينه بالنسبه لهاد المنطقه، وواحد القهوه اللي زوينه. والفطور ديالهم بصراحه عجبنا كما كتشوفوا، فطور يعني على حقه وطريقه. والثمن ديالو واحد الثمن اللي جد جد مناسب، الثمن ديالو زوين. هاد القهوه هذه لقيناها في الدخله ديال تحناوت. كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله، يعني فطور اللي زوين. جلسنا فيها حتى هي فيها واحد الجو زوين، بغيت نصور معاكم ولكن كانوا كاينين الناس، يعني كانت الدنيا عامره كما كتشوفوا هنا مورايا راه تيديروا حتى الطواجن.
فيها ريستورون هكا الناس فين كيجيو يتغداو، وكما قلت لكم شي حاجه اللي نقيه وزوينه. صافي جلسنا فطرنا فيها، وكانت حتى واحد البلاصه فين كيلعبوا الوليدات. المهم خليناهم حتى ارتاحوا وجلسنا، لاننا حنا غير خارجين كنتساراو، يعني كناخذوا الوقت الكافي ديالنا حتى كنجلسوا على راحتنا عاد غادي نكملوا الطريق. هنا كما كتشوفوا جينا هنا غادي نجيو لمولاي ابراهيم. المهم طلعنا لمولاي ابراهيم حتى هو درنا واحد الدويره هكا. كما كتشوفوا هنا حاولت انني نشارك معكم الطريق، وغادي نكملوا ان شاء الله حتى نواصلوا، وهانتوما معايا. ورجعنا هنا بعد ما رجعنا من مولاي ابراهيم، رجعنا الوريكه. كما كتشوفوا الجو ديال الوريكه حتى هو زوين، واخا مع نهايه الاسبوع، ولكن ما كانش الناس كتار، يعني كانت النسبه ديال الناس قليله، ما كانش الناس بزاف، ولكن الجو حتى هي ديالها زوين كما كتشوفوا معايا. الجو ديال الطبيعه ديما كيكون سبحان الله الجو اللي زوين وهادئ. غادي نشوفوا معايا هنا خدينا شويه ديال الكركاع، كيكونوا هكا الوليدات كيديروا هكا ميكاس، وكيديروا فيهم هكا كيبيعوا فيهم الكركاع ولا السواك، ولا ضروري الانسان كياخذ الباروك. وكما شفتوا خدنا واحد شويه ديال الكركاع. هنا غادي نقول يا البنات كتهرسي على الطابله راه ديال الحديد. المهم الطابله ديال الحديد هرست عليها هكا شويه ديال الكركاع، عطيت منه لولادي. وخدينا من هاد التوت البري حتى هو لقيناه كيبيعوه. كما قلت لكم غير الباروك ديال اي منطقه الانسان كيمشي كياخذ الباروك ديالها. صافي. وخدينا هنا واحد الطويجين ديال اللحم ديال المعزي هو اللي غادي نتغداو به، ومن بعد ان شاء الله غادي نعاودو نشدو الطريق ونرجعوا لمدينه مراكش. الناس غاديين وسالينا وصافي بقينا هكا كندورو، بقينا جالسين واحد شويه. خدينا بريري ديال اتاي وبقينا جالسين، لان الجو في الصراحه ما تسخيش بيه، واحد المنظر طبيعي زوين. كما كتشوفوا راه حاولت هكا نشارك معاكم. كان واحد النهار اللي زوين. وهاد الوقيته هذه فاش مشينا هنا البنات راه كانت مراكش في واحد الحراره، يعني كانت فيه الحراره اللي مرتفعه. المهم يعني وكان مراكش عامر، لانه كان جات مع العطله. غير انا اللي تعطلت مونطيت الفيديو حتى لدابا، اما حنا راه كنا مشينا في هاد العطله اللي داز هي اللي مشينا فيها. وكما كتشوفوا لنا صافي ملي سالينا غادي نشدوا الطريق ان شاء الله، وغادي نرجعوا لمدينه مراكش. نقدر هاد الفيديو هذا نكمل لكم النهار الرابع، يعني النهار اللي غادي نجيو فيه. ما قدرتش انني نكمل معكم الفيديو، انا غادي التتمه ديال الفيديو ان شاء الله نحطها لكم في فيديو ثاني. المهم انا غادا مع المونتاج وغادا نشوف. كما قلت لكم اي حاجه ان شاء الله في هذا السفر غادا نشاركها معكم، ونتمنى حتى نتوما تزيدوا تكملوا التشجيع ديالكم، وتزيدوا تبارطاجيو القناه. وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم. هنا كما شفتوا معايا جينا لجامع الفنا. ضروري من هاد كما كتعرفوا ضروري الا جيتي جامع الفنا ضروري تاخذ من هذا العصير. وبالخصوص مع كانت الحراره غير وصلنا لجامع الفنا صافي ولادي قال لك اول حاجه هي هذا العصير. المهم خداو العصير مشاو هكا كيلعبوا كما كتعرفوا. وصلنا نيت في الوقيته اللي برد فيها الحال، يعني الساحه ديال جامع الفنا راه بدات كتعمر هذيك الوقيته. المهم الدنيا بدات كتعمر. صافي درنا واحد شويه واحد الدوره خفيفه، وجينا باش غادي نتعشاو. قلنا من الاحسن الدنيا عامره وحنا ضالين في وريكه وكاين شويه الطريق كما عرفتوا. خرجنا الصباح بكري راه تقريبا مع 9 الا ربع خرجنا. صافي جينا لهاد البلاصه هذه اللي مشهوره في مراكش، هاد البلاصه تاع الشوا. صافي وفكرنا قلنا من الاحسن نديو العشاء ديالنا ونطلعوا ثاني للدار ونرتاحوا ونعمروا ثاني واحد البريد ديال اتاي ونتعشاو على خاطرنا. صافي هادشي اللي قررنا في الاخر، هادشي اللي كان خدينا داكشي اللي قسم الله. صافي وغادي نشدوا الطريق ان شاء الله وغادي نرجعوا كما قلت لكم. عينا الوليدات حتى هما عياو، وكانت بنتي الصغيره شويه كانت مرضات ليا في هذيك الوقيته. ما قدرتش اننا نبقاو كندورو. قلنا من الاحسن صافي نطلعوا للدار ونتعشاو. وباش ما يجيكمش الفيديو طويل غادي نخلي لكم التتمه ان شاء الله حتى الفيديو الجاي.
وغادا نشارك معكم ان شاء الله فين كنا تغدينا عند الطباخ ديال الملك اللي كيتميز ولا اللي كيتشهر بالخروف الملكي المشوي. المهم شي حاجه اللي اكثر من رائعه. غادا نقول لكم ما تبخلوش عليا بالبارطاج لي لايك ديالكم، كنشكركم بزاف يا اغلى واعز متتبعين. السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي بحول الله.